السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ الفيديو بعملوا لايك واشتركوا في القناة لو عجبكم الفيديو. النهارده جيت اذبح البطة الجميلة اللي انتم شايفينها دي يا جماعة. ذكر البت وقف لي زي الراجل ما شاء الله، يعني على الإخلاص وعلى الوفاء وعلى الحب اللي عند ذكر البط للبطاية. ما كانش عايزني اذبحها خالص، يعني حيرني وغلبني بمعنى الكلمة. انا كنت ناويه النهارده اعمل اي اكل، اكل اي حاجه النهارده، بس العيال مرضوش، قالوا احنا عايزين محشي وملوخيه وبط، عايزين بقى حفله يا جماعه، ده احنا الدنيا حر، لا اطلعي يا ماما اذبحي، وانا مش بحب ازعل. فقلت بقى اطلع اجيب البطه دي رغم انها كانت بتبيض والله، بس قلت يلا مش مهم بقى، مش خساره فيهم. ولقيتها اصلا قلبها مليان بيض. فطلعت بقى مسكت البطه زي ما انتم شايفين، طبعا دوختني في الشمس وحيرتني وراها وفضلت اجري وراها. بس القصه هنا اللي كانوا هم كل يوم اتذكروا البطه دول الصحاب السودانيين اصلا راقدين على بيض. فدي كانت الونيس لي، يعني الوحيد اللي كانوا في كل حته اطلع لهم قاعدين مع بعض يا عيني، والله العظيم بجد زي الصحاب كده. فالنهارده لما جيت اذبحها طبعا الذكر كان زعلان جدا على البطه، سبحان الله. والله العظيم حسيت ان يعني ما فيش كده، انا بقيت اقول له لو بني ادم ما كانش هيعمل كده. لو سبت لكم الصوت الاصلي هتستغربوا. انا كان معايا نور وسميه فوق، سميه بنت صابت ونور بنتي، بقوا مستغربين على اللي الدكر عمله. بصوا عمال يزوم حواليا، ده انا مسرعه الفيديو كمان ويلف ومش مديني فرصه خالص. يعني انا مستحرمه اصلا اذبح قدامه وانا ماسكه السكينه وكده، وعماله اخبي في السكينه. وعذبت البطه برضه حطها تحت رجلي، يا عم امشي يا عم روح شوف انت رايح فين، هو ما فيش يعني شويه وهيضربني. انا عن نفسي بقيت خايفه اللي يضربني بجد. فهنا بقى ما صدقت ان هو اختفى شويه، فايه يعني خليت نور دخلته كده يمته الاوضه، رحت ذبحاها لما راح لبعيد. برضه بعد ما اندبحت يا عيني رايح جنبها وعمال بصوا ما شاء الله، يعني والله العظيم يعني حاجه غريبه. اول مره اشوف الحته دي، ان ده كان بط يكون مخلص للبطه بالشكل ده. طبعا عماله اوديه بعيد، مش عارفه، انا كنت النور كانت حاطاه في الاوضه بس طالعه تاني، وبرضه عمال يلف ويزوم حواليه. قبل ما اطلع بقى كنت حاطه الميه بتاعتي على النار عشان ما اضيعش وقتي على البطه ما تخلص انزل اعملها. وطبعا كنت مقوره الكوسه، مقوره الجزر، وغاسله ورق اسمه ايه العنب، كنت رايحه جايباه من عند ماما من هناك من الارض وكده، عندهم في الجنينه عنبايه يعني. فكنت محضره كل حاجتي، يعتبر الرز نفسه كنت غسلاه. فهنا بقى الميه المفروض تغلي. البط بيحتاج يا جماعه، مش زي الديك اللي كنت عاملاه معاكم، البط بيحتاج ميه مغليه، بيحتاج ميه سخنه جامد عشان ينضف معاك بسرعه. وعلى فكره كل ما تسيب البط ياخد وقته في ان هو يكبر كويس، مش في وزنه، كل ما يكبر في سنه كل ما الريش بتاعه يطلع معاكي في ثواني، ويكون البطه معاكي زي الشمعه. وده اللي حصل معايا. ما شاء الله البطه كانت نظيفه جدا، وكانت سهله جدا في التنظيف. اهي غطستها كلها كده في الميه المغليه على النار زي ما انتم شايفين اهي، بس خد بالك عشان الميه بتكون سخنه جامد. وبعد كده هنا بقى بمسك الحته اللي امسكها ما تضيرش على مكان تاني، يعني اعمل البطن كلها مره واحده، مش هروح اعمل حته من البطن وحته من الظهر، لا ما ينفعش. لازم تعملوا البطه كلها مع، يعني الحته اللي هتمسكوها تنضفوها كلها مع بعضها عشان ما تبردش منكم، وتعملوها هي سخنه. لو سبتوها جلدت منكم شويه او بردت بتكون صعبه معاكم في التنظيف. فهنا بقى هنضف البطايه بتاعتي كده زي ما انتم شايفين، واحط لها بقى ليمون وخل وملح. طبعا كل ده مش هجيبه معاكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو، انا مسرعاه اصلا. هنقعها يعني نقعه حلوه كده على المحشي، واحطها بقى ايه في الشوربه عشان اخد شوربتها للمحشي. ما ينفعش محشي من غير شوربه طبعا، وانتم عارفين، وخاصه شوربه البط بتظبطه جدا. بعد ما نقعتها بقى زي ما قلت لكم في الحاجات دي كلها، رحت مطلعها شطفها تاني بميه نظيفه. بصوا شامعه ازاي ما شاء الله، في ثواني كنت منضفاها. رحت حاطه ميه على النار وفيها ورق لورا كده وحبهان بصلتين صغيرين. ما حطيتش اي حاجه تانية دلوقتي اهو. ولما بقى اقش الرين بتاعها كده احط لها بقى بقيه الحاجه بتاعتها، عشان واحنا بنقش ما نقشش الفلفل الاسود معانا. طبعا يا جماعه هم كانوا مستغربين ازاي البطه نضفتها في ربع ساعه، يعني ما شاء الله والله العظيم ما اخدت معايا وقت خالص. هنا بطلع بقى الحاجات اللي على وشها دي، وبعد كده بقى تحط لها ايه شويه فلفل اسود، وتحط لها قرن شطه حراق للشوربه وجزراي. والطماطم لازم تصفيها عشان تطلع معاك الشوربه رايقه وحلوه، ما تكونش الشوربه معاكي زي ما قلت لكم قبل كده، تكون شوربتك رايقه وحلوه. وادي الفلفل اهو، منحطلهاش اي حاجه تانية غير كده. قرن الشطه الحراقه ده بيخلي الشوربه جميله، وطبعا الملح بتاعها، وتغطي عليها بقى وتسيبها براحتها خالص على ما تحشي المحشي بتاعك. هنا بقى المحشي بتاعي جبت بصلتين كبار بشرتهم بالمبشره، حطيت عليهم حبه زيت، ممكن تحط سمنه لو عايزه، معلقتين سمنه. وصفرت الزيت بتاعي كده كويس على النار، وبعد كده نزلت عليه بالطماطم بتاعتي، ما بتتصفاش بتاعه المحشي، انا بنحتاجها كده بتكون حلوه كده. في ناس اصلا بتقطعها حتت صغيره كده وبتعمل بيها. المحشي بيحتاج من كل التوابل اللي في المطبخ، اي توابل عندك اديها له، ما بقولش لا. بيحب التوابل الكتير، شطه حراقه، ناشفه، بابريكا، كمون، فلفل اسود، ده توم بودره، بصل بودره، 7 بهارات، ملحك شويه ملح صغيرين عشان انا حاطه للشوربه ملح، ما تكتروش ملح. غسلت الرز بتاعي هنا ونقعته شويه كده في الميه على ما اتسبكت. رحت مصفياه جامد، ورحت نازله بالرز بتاعي في قلب الميه اللي عماله تزوجكم بايديها دي.
في قلب الخلطة، ما بطفيش على طول، يعني بسيب الخلطة بتاعتي كده بالرز على النار لما تنشف مني شوية. مش بنسويها، لا احنا بننشفها شوية عشان وانت بتحشي ما يكونش معاك مسرسر كده عمال ينزل مية من ايدك. هنا بقى الورق طبعا كان مغسول، رحت حطاه على النار زي ما انتم شايفين اهو. وبدأت ان انا بعد ما غسلته كويس، بيتغسل كويس لانه بيكون في الارض كله دبان وحاجات وحشة وترابه كده. حاطط له ميه تغلي على النار، وهنا بسلقه ورق صبحه وجميل، ولا في الفريزر ولا حاجه. وجبت طبعا الكزبره بتاعتي زي ما انتم شايفين، وقرن شطه حراقه متقطع حتت صغيره. الكزبره بتاعتي صبحه بتكون جميله في المحشي. وجبت معلقه توم مفرومه ناعمه، دي ما بنسويهاش مع الطماطم مع البصل، ما بنحمرهاش، بنحطها نيه. هنا بقى جبت صينيه كبيره بتاعته، حطيت فيها بصل متقطع طرنشات وجزر طرنشات جزر مبشور، وشويه كزبره من الكزبره اللي معايا، وبصوا من كل الحاجه اللي معايا. ورحت ايه وحته تومه كده مفرومه، وطماطميه متقطعه طرنشات، كل حاجه، وخلو من بتاع الكوسه في الصينيه. وبدات هنا بقى احشي الكوسه بتاعتي، كنت مقوراها طبعا ما خدتش معايا حاجه. البتنجان الابيض ده جميل في التقوير لما بتبرميه الاول، صراحه ده اسمر، بس البرم الاول ظبطهولي. وببدا احشي هنا بقى شويه بشويه، وارص في الصينيه. طبعا الصينيه دي بولع عليها عينين يا جماعه جنب بعض عشان كبيره. اول ما بتغلي وتشرب ميتها شويه، بروح مدخلاها الفرن ومولعه على الفرن من تحت ونسياها. بتطلع من الفرن متظبطه من كله، متلدينه ومحمره كده وجميله اهو. بعد ما خلصتها بقى هنا حطيت لها، كان عندي شويه شوربه وز طبعا كانوا في الفريزر، استخسرتهم رغم ان انا عامله شوربه عشان المحشي، بس قلت اطلعهم هما كمان كلهم دهون كده. شوربه الوز جميله، بتخلي الاكل كله طعمها اصلا حلو. حطيتها المحشي، ما تكتروش شوربه للمحشي عشان المحشي مش بيشرب شوربه، لان الكوسه قصدي بتطرى، يعني بتطر المحشي اصلا. وانا كنت حشيت حبه ورق العنب كملت عليهم بخس لانهم كانوا شويه صغيرين، فاخدت لهم شوربه من بتاعه البط اهي. حطيت طبعا على الوش عشان ما يفكش مني. وتلف الحله بتاعتك كده، كل ما تحط تلف شويه عشان الشوربه تنزل معاكي في ارضيه الحله، ويطلع معاكي المحشي بتاعك من فوق ومن تحت زي بعض، يطلع معاكي حلو كده وجميل. وسبت الشوربه براحتها اهي. برضو اخر حاجه عملتها قبل الاكل ب5 دقايق كانت الملوخيه. طبعا الملوخيه كنت برضو غسلها الصبح ومقطفاها وعاملاها اسمها ايه، بالمخرطة. رحت جايباها بقى، كنت ركناها في التلاجة على ما اخلص، رحت جايباها حاطه عليها شويه شوربه سخنه. بتكوني بنظرك كده بتقيسي مقدار الشوربه اللي الملوخيه عايزاه قد ايه، ما تكتريش ما تطلعش خفيفه، وما تخففيش وما تطلعش تقيله، اظبطيها بالمضرب ده بيظبطها، بيخليها جميله ما تكونش فيها اي تكتلات. رحت عاملاها بيه كده اهي، مقلباها بيه كده عشان ما تتكتلش معايا. وحاطه معلقه توم كبيره مفرومه، نفعني التوم ده جدا يا جماعه اللي في الفريزر، والله العظيم تحفه، حاجه بصوا جميله كده ومريحه. رحت جايبه التوم حاطاه في شويه زيت محمصه جنب على شويه كزبره ناشفه، وحطيت لها شويه ملح كمان عشان الملوخيه بتعدي بالشرب. الشوربه عليها ملح، بس زودت سنه ملح كمان كده. وحمرت التومه جنب اهي. اول ما هتحمر معايا بقى هروح نازله عليها بالتومه فوق الملوخيه. مهم. وتقليبه واحده واطفي، ما تدهاش، ما تغليهاش غلو او نص غلو، واطفي عليه. مش عايزين الملوخيه تغلى اصلا عشان ما تسمرش وتسقط مننا اهي. كانت جميله. والمحشي زي ما قلت لكم كنت زقاه في الفرن من تحت، طلعته. وبعد ما طلعت المحشي دهنت البطايه زيت ودخلتها الفرن هي كمان. وجيت بقى دلوقتي بقى اغرف عشان هما كانوا خلاص ماتوا من الجوع يعني. وادي المحشي بتاعي، وادي ورق العنب، وادي البطايه جميله يا جماعه والله العظيم. بصوا الاكل كان تحفه. وادي الملوخيه كانت رخره جميله. فضيتها بقى في الاطباق ونقعد بقى ناكل. احنا بنفضل المحشي على صينيه كبيره عشان بنحبه ما يكونش سخن، بنحب الحاجه تكون بارده شويه. اعملوا بقى لايك زي ما قلت لكم، اشتركوا في القناه لو عجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.